عندك كام بتنجانه في البيت وعايزه تاكلي اكله وما عندكيش زيت كتير، هقول لك على احلى اكله تاكليها بكام بتنجانه وقرن فلفل. كام قرن فلفل؟ ماشي، تابعي معايا الفيديو وكمليه. بتنجانه وبعدين نقطعها تقطيع عادي، بس مش هنقطعها صوابع زي البطاطس، هتقطعيها اللي هي ايه، مربعات. ماشي، هنقطع مع بعض البتنجان سهل جدا اكنك هتقليه، بس مش تعمليه دوائر ولا اللي هي زي الصوابع، هنعمله مربعات صغيره. ليه مربعات صغيره؟ عشان هتبقى سهله التسويه علينا. هجيب كده كم بتنجان كده، كم وحدايه بتنجان، ونقطع مربعات صغنونه صغنونه عشان تبقى سهله في السوا وما تاخدش معانا اي وقت. وكمان نقتصد يا جماعه في الزيت دي، لو نفسك في البتنجان بس مش عايزه تعملي زيت، طبعا الزيت غلي، فلازم نعمل اكلات اقتصاديه، مش هنحرم نفسنا في البتنجان. هنقطع كميه البتنجان دي، ويكون لازم معاكي فلفل وشويه توم، هتاكلي احلى بتنجان. هكمل تقطيع وارجع تاني. قطعنا كده كام بتنجانه، هناخدهم على طول كده بسم الله ما شاء الله ونحطهم هنا. نبتدي نحطهم دي يا جماعه كام بتنجانه تعملك وجبه بالعيش كده، جنبها سلطه تحفه ومليانه حديد وفيتامينات. هناخدهم كده مع بعض، هنلم كده البتنجان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شوف من 3-4 دلوقتي البتنجان يا جماعه جميل جدا في السوق، وبقى ب5 جنيه، اللي كان ب10 جنيه دلوقتي بقى ب5 جنيه الكيلو. لما تجيبي لك كيلو وتعملي وجبه جنبها سلطه، دي هتبقى فطار بدل ما تجيبي فول وطعميه، يعني حاجه تحفه جدا. هناخدهم مع بعض ونغسلهم ونرجع تاني. نيجي كده لقرن الفلفل ونجيب التوم. هتجيبي التوم عادي، هتجيبيه كده تاخدي واحده واحده كده ما شاء الله اهي. اسهل طريقه لايه، تقشري التوم كده، ولا اي حاجه ولا كبه ولا حاجه، شوفي دب كده ولا سكينه ولا حاجه. هنقشر راس توم كامله، ولو بتحبي التوم يا ريت راس ونص، هتقشري راس ونص توم. وايه، هنخلص التوم ده ونقطع الفلفلايه الجميله دي ونرجع تاني. قشرنا بقى راس التوم الجميله دي، وبعدين ناخد الفلفل الحلو ده يكون مغسول ومتنشف كده وتقطعيه. قطعي بقى الفلفل الجميل ده، مش حراق ولا بارد، يعني حاجه جميله خالص. ممكن كمان لو انت عايزاه حراق سبايسي اكتر حطي قرنين بقى الفلفل البلدي ده، اللي هتلاقيه حراق وحلو الناس اللي بتحب السبايسي. فخير الامور الوسط، بنجيب ده بقى. في ناس بتقول البذر بيبقى مش كويس، استبعدي عادي البذر، لان انا كده كده بعد ما هقطعهم هاخدهم كده اشيل البذر عادي، ما اشيلهوش، بس هو ما فيهوش بذر كتير. هتشيلي ده كله وتحطيه في ايه، في ايد الهون. عايزاه بقى ضربه كبيره في الكبه او تدوقيه جامد في ايد الهون. شويه بقى زيت كده، معلقه زيت يا جماعه، هي معلقه اللي انا احطها، معلقه زيت واحده بس، انا مش هقلي البتنجان. معلقه زيت واحده هحطها، مش هحطها كمان على النار، معلقه الزيت دي، واروح حاطه البتنجان فيها كده. اسمعي اللي انا بقول لك عليه، هتحطي البتنجان فيها كميه البتنجان كله. ماشي، بعد ما تحطي كميه البتنجان كله غطيه بالغطا وسيبيه على النار شويه. ملحوظه ان انت كل شويه تقلبي البتنجان، كل شويه تقلبي البتنجان، هتلاقي البتنجانه دي كلها بتهبط معاكي، ويبقى الكميه دي نصها، بتبقى تحفه جدا. وبعد ما اسويها هرجع اوريها لك. هون جدتي بقى، ده احلى حاجه عندي، احلى حاجه عندي في جهازي كله. هحطه بيخلي التوم تحفه، دقيقتين وخلاص ولا ينط منك ولا حاجه. احط بقى الفلفل مع التوم بالمنظر ده. اللي مش عايزه البذر يا جماعه سهل جدا، بصوا هتمسكي انت بعد ما قطعتيه، هتروحي بصي دايسه عليه كده، هيطلع لك البذر، ولا تفتحيه ولا تشقيه ولا يبقى بالنسبه لك مشكله، عادي. بس انا هو اساسا يا جماعه البذر ده هو ده التقوي بتاعته. فانت لو ضامنه الزرعه مش مزرعه او من جبل، في مزارع في الجبل، لكن ده ناس جنبنا بيزرعوا الحاجات دي، فدي انا عارفه مصدرها كويس. شوفوا ده السيدز، ممكن لو انت بتزرعي في جنينه عندك في البلكونه، تاخديه وتنشفيه وتزرعيه. ماشي،
دي معلومه كده جانبيه. هنحط بقى في اللهون الجميل بتاعي ده، هو بتاع جدتي. انا كنت بقى قاعده في الصيف بروح اقعد معاها، فهي بقى ايه اغلبيه الحاجات لما جيت اتجوزت ادتني حاجات بقى من عندها. احلى حاجه كنت معجبه بيها هو اللهون بتاعها. انتوا كمان هتتجننوا لما تشوفوا الايد بتاعها بتاع الهون. احط بقى كميه التوم بتاعتي، احط الفلفل سميه الملعون، الفلفل الازرق ده بيبقى مزرق، واحدتين عشان ما بحبش الشطه البودر، واحدتين بس ماشي. وبعد كده احط التوابل الجميله. فين التوابل؟ هتحطي معلقه كزبره، حطي كزبره كده مطحونه. هتحطي شويه طبعا اللي هو التوم الجميل بالفلفل الاسود. وبعدين اخر حاجه الكمون الجميل. كمون دقه، من غير كمون ما تلزمناش. الكمون دي احلى اكله انا بحبها الصبح، لو ما عندكيش فطار وعملتيه لاولادك هيبقى تحفه. ده بقى ايد الهون يا جماعه. هدقه وارجع تاني. ادينا بقى شويه الملح والجمال، ده ملح صخري يا جماعه، طحنته في الكبه. بصوا جميل ومحبب ازاي، ده صحي عن الملح المكرر. هنحط شويه، نسيت احطهم مع التوابل وايه ونقلب كده. دقتهم بصوا كده، الدقه جميله، دقتين واتعملت بدل ما يقع منها التوم ونتبهدل. شوفوا احلى دقه ممكن تاكلوا، جميله وريحتها جميله كده على الصبح كده، تديكي طاقه لوحدها، بس ما تاكلهاش بالليل، انت عارفه بقى. جابوا لي بقى من التلاجة بتنجانتين، قالوا بقى بتنجان خليها يوم بقى كله بتنجان. جابوا لي بتنجانتين حلوين، هشويهم برده واحط عليهم الدقه دول. هو البتنجان الدقه في ناس ما تحطش فيها الفلفل الاسود، ليه؟ عشان بيسود بس الدقه، بس هو بيديله تيست تاني احسن كمان لما تحط الشطه. هو التيست الفلفل الاسود بيعلي الدقه، مع انهم كلهم بيقولوا لك كحتي كمون وكزبره، بس جربي اللي بقول لك. بس لو مش عايزاها غامقه ما تحطيش فلفل اسود. كمان عشان نحافظ على لونه الجميل بتجيبي ليمونه كده، ليمونه كامله ماشي، هتضغطي ضغطه كده يقع منها البذر ماشي، تضغطي التانية كده ضغطة اهو، ده البذر كانت هنا عشان كده كده. المهم بقى تروحي عصرة ليمونة كاملة عليه، اول ما تطلعيه ماشي تعصري ليمونة كاملة. بقى الليمون مع الفلفل مع الثوم، طبعا هو في بذر هنشيله بقى بعد كده، نشيل البذر يخليه في حتة تانية. وكمان بصوا فتح معاكي اللون ماشي، ليه؟ عشان ما غطيتهوش كمان. فبعد كده لو هتستني شويه عقبال ما تعملي الخلطه البتنجان بتاعك تروحي مغطيه وتسيبي شويه كده بقى. مش هتاخد منك 3-4 دقايق بس مع التقليب. ويا ريت ما تحطهاش في ستانلس، لو عايزه ستانلس لازم كميه دهون كتيره، حطيها في ألمونيا او تيفال. بصوا يا جماعه جميل 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 روعه، حتى تيستو احلى كمان من ده. يعمل كام طبق؟ اللهم بارك. بصوا شوف حاجه يعني، هي منها مقبلات ومنها عايزه معلقه بقى كده، منها مقبلات ومنها وجبه جنبها بقى سلطه طماطم وبصل وقوطه. بصوا جميله ازاي، اللهم بارك، حاجه تحفه. كمان جنبها عيش بلدي بقى، ده يبقى حلو جدا لو هم مرضى السكر او الرجيم. كل دي بقى دقه، ايوه كل دي دقه. شفت الطبق؟ اللهم بارك، حاجه ببلاش كده من عندك. لو عجبك الطبق اللي انا عملته النهارده يا ريت تحطي لايك وشير وتعملي لي شير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده بقى الشكل النهائي يا جماعه، عشان قالوا لا صوري بقى البابا غنون عشان بنتي عملته. ده البابا غنون جميل، ولا طحينه ولا زيت ولا اي حاجه، وطعمه جنان يا جماعه. لو شويتي كمان فلفلايه عليه هيبقى تحفه. ده العيش البلدي اهو، مش هيكلف حاجه يا جماعه، ده بشيلن ها، وطماطمايه والحاجه دي والبصل بقى الاخضر. كليهم بقى الصبح وادعيلي. يلا باي باي.